السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عافية البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. النهارده معانا حكاية مهمة لكل سيدة وكل راجل، مهمة في كل منزل. عندنا مثلا أنت في عز الصيف عايزة تخلي المنزل عندك أو بيتك يكون حاجة هداوة وطرية كده وطراوة. فممكن تخليه مثلا عبارة عن حديقة ورود وأزهار تنبعث منها الرائحة الجميلة وقت طلوع الشمس. بالعكس، في الشتاء عايزة تخلي بيتك عبارة عن مكان دافئ وجميل ودي ريحة غنية. خليكي معانا النهارده فيديو مهم ليكي واسمعي للاخر وتستفادي منه كتير جدا ان شاء الله. كلمه واحده اقولها لك، ركزي يا ست البيت. نبدا على بركه الله. النهارده موضوعنا هو ازاي تعملي معطر فندقي لمنزلك. نركز مع بعض ونشوف النهارده معانا الحريه الكامله في الميكس. طبعا دي انا ما بحبش الميكس، انتوا عارفين كده، لكن النهارده انت عندك الحريه الكامله، انت تعملي اي حاجه على اي حاجه اللي انت بتحبيه. ليه؟ لان انت بتعملي النوته دي، انت بتعملي النوته مش نوته على نوته. فانت براحتك خالص في اي حاجه بتحبيها. عايزه تعملي معطر كذا كذا على كذا، انت براحتك. فهنبدا الاول الموضوع ونتكلم ونقول مثلا عندنا، بس في حاجه تاخدي بالك منها، ان احنا عندنا في المعطرات حاجات طبيعيه وحاجات صناعيه. طبيعيه زي مثلا انت عايزه ريحه القرفه، ريحه القرنفل، ريحه الليمون، ريحه الفانيليا، كل ده ممكن حاجه تجيبيها جاهزه. قرفه عاديه عندك في البيت، القرنفل عندك في البيت، مثلا ليمون، برتقال، اي حاجه، فانيليا، كله. وتقوم جايه جايباها وحطاها في الميه بتاعتنا، وتحاولي تديها سنه غليان على النار كده دقيقه واحده بس، عشان خاطر دي هتثبت في الميه بتاعتها. تاني حاجه حاجات صناعيه اللي هي المعطرات الصناعيه اللي هي الزيوت نفسها. ممكن تجيبي زيوت زي مثلا برضو ريحه الفراوله، ريحه الموز، ريحه اي حاجه، ياسمين، فول، خزامه اللي هي اللافندر، اي حاجه. بتجيبي تحطي منها على الكميه اللي انت عايزاها حوالي 3%، ونشتغل منها طبيعي او صناعي. طبعا الطبيعي بيريح الصدر اكتر وكده وجميل، بس ثباته مبيبقاش عالي، بيبقى محتاج اول حاجه كميه كبيره عشان تركز معاكي، وعاوز الجهاز المعطر اللي هو بيرش بخه كل 5 دقائق كل ربع ساعه زي ما تظبطيه. معانا طبعا كده عرفنا احنا الموضوع. معاك انت بقى حريه الاختيار في ايه في المعطر اللي انت عايزاه. ففي الصيف بنحاول ناخد المعطرات الرقيقه، اللافندر، الحاجات دي كلها. وفي الشتاء بناخد الحاجات التقيله اللي هي عنبر مثلا، مسك، الكلام ده كله. طبعا بنيجي هنا يعني الحاجات اللي احنا بنحتاجها في تركيبه المعطر ايه بقى. اول حاجه بناخد ميه مقطره. ميه مقطره دي يعني بتبقى جايه من، ما تبقاش السادة، عشان السادة طبعا كميه صغيره وغاليه. فهنعمل مثلا ميه مقطره بتاعت زي دي كده بتاعت التكييف. جهاز التكييف طبعا الميه بتاعته مفلتره و100. هنيجي ناخد الكميه بتاعتنا منه. بس في معلومه عايز اقولها لك، لو التكييف في مكان فيه تدخين كتير، في ناس بتشرب سجاير كتير، بلاش، لان الميه بتاعته بتبقى ريحتها سجاير. بنخش بعد كده معانا ميه مقطره. معانا طبعا الفانيليا، فانيليا. معانا الملح. معانا الجليسرين. معانا الجليسرين المثبت. معانا حاجه اسمها مثلا، انا ما بحبهاش بس يعني في ناس بتحط عليها كومفورد اللي هو الدوني. فبنبدا نعمل المعطر بتاعنا. بنجيب مثلا، هنعمل كميه صغيره هنا مثلا. هنجيب الميه المقطره ونحطها كده، ويفضل انت تحطي الماء المقطره مع الكحول وتسخنيه على النار مع بعض. هناخد شويه كحول. لو هتستعملي زيت عطري فيفضل انت تدوبيه الاول في الكحول قبل ما تحطيه على الميه عشان يدوب، بالذات لو كان زيت برفيوم، زيت معطرات. نحط حبه كحول على الميه اهو. طبعا الكحول ده الاول نحط فيه بقى الماده بتاعتنا. انا عندي هنا مثلا هحط الاورجانزا. الاورجانزا جميله جدا. هحط حبه اورجانزا عليه كده اهو، وابدا ارج، وابدا اضيف لهم بقى المكونات التانيه بتاعتنا. هنضيف ايه بقى عندنا هنا؟ في عندك الملح. الملح ايه فايدته؟ بيعتبر ماده حافظه اولا، ثانيا حاجه للطاقه. يعني نسمع الملح بيشيل الطاقه السلبيه وبيجيب الطاقه الايجابيه وكلام من ده. لكن احنا هنا زي مثلا فاكر البرفان التيري هيرمس او التريدي اريمي، ده كان فيه في المواد بتاعته ما كناش عارفينها، كان فيه الصخر اللي هو اسمه صخر الصوان. مش عارفين له اي فايده غير ان هو حاجه للطاقه. هنحط الملح بتاعنا اهو. المفروض ملح خشن اللي هو الصحراوي، وانا بحب اضيف الفانيليا، الفانيليا بحبها برضه. هنحط حبه الفانيليا هنا اهو. وطبعا معانا الجليسين. هناخد نقطه جليسين كده صغيره يعني، لو حد يعمل كده. ونرج كويس قوي كده لغايه ما يدوب خالص.
ونقوم جايين حاطين على ايه، على الميه بتاعتنا. هيديكي لون حليبي كده، وهتلاقي فيه سخونيه في ايدك، لان الكحول مع الميه بيدي حراره. فكده ندوب كويس قوي، ودهون دي حلو قوي. طبعا عندك حريه، حطي بقى انت بقى زيت لافندر، حطي اي حاجه انت تحبيها. نجيب بخاخه زي دي كده، ونفضي فيها الماده بتاعتنا اللي هو المعطر بتاعنا، ونقفل كده. تعالوا شم، مش هتصدقيني لو كانت ريحه عامله ازاي. نقول بعد كده بقى عندنا بقى ايه، في حاجه مهمه جدا، اللي هي ازاي نخلي، لأن دي مشكله جدا في المعطرات، ازاي نخلي المعطر بتاعنا يثبت في المكان. هقول لك يا ستي، اول حاجه طبعا بالتركيز بتاعنا. طبعا بدل ما نحط مثلا 2 جرام في اللتر او 3 جرام، هنحط 5 جرام. بدل ما نستعمل مثلا ميه عاديه، نستعمل ميه مقطر. هتسيب الموضوع بعد ما يتعمل كده، نسيبه يتعتق يوم او يومين عشان ده ياخد على الميكس مع بعض، وهو يندمج مع بعض ويتعتق مع بعض. هنيجي نقول مثلا ايه، انت تاخدي زيوت البرفانات، مش زيوت يعني مثلا مش ماده بتاعت مش حاجه ورد خفيفه مش عارف ايه، لا. ممكن تستخدم البرفان نفسه. يعني في، انا بحب قوي في الشتاء استخدم العنبر. والعنبر لما تيجي حاجه العنبر حاولي تشوفيها، عشان العنبر اقول لك على نوعه ده شركه جامده جدا جدا، لو نقط هتعمل معاك شغل جامد قوي. طبعا زي ما قلنا في الصيف عطور خفيفه كده، وفي الشتاء عطور تقيله. طب ازاي برضو ندي برضو قوه وثبات للمعطر في المكان اللي احنا قاعدين فيه؟ تخشي اول حاجه يا جماعه عندكم الشقه بتكون، انت ترشي معطر الشقه مقفوله، ما ترشيش معطر والشقه مفتوحه، يعني فيها وجاي كده وطالع كده والمروحه شغاله على. اقفلي المكان دقيقتين بس، ورشي لغايه اما المعطر نفسه ينزل على الارض ويستقر او على المكان ويمسك فيه، وبعد كده افتحي الشقه بتاعتك وهوي، الريحه هتثبت اكتر. تاني حاجه، نحاول ما نحطش المعطرات دي جنب حاجه دافيه فيها حراره، وما نعرضهاش لضوء الشمس. نحاول نحطها في ازازه ازاز. يعني البخاخه دي يا ريت تكون ازاز او معدن، احسن كتير من البلاستيك. البلاستيك بيتفاعل مع المواد اللي جوه. طبعا زي ما قلت، طبعا نبعد عن الضوء والحراره، والشقه تكون مقفوله. وبرده حتى في البرفان، البرفيوم برده كده لازم تحطيه في حاجه مش بلاستيك، ولازم تحطيه في حاجه بعيد عن الضوء، حاجه بعيد عن. حتى ما بيجي لي زبون مثلا ياخد مني برفيوم، وليه بيحطه في تابلوه العربيه في حته خشب، اقول له ابعد عن السخونه وابعد عن الكلام. اصلا من ناحيه ثانيه، ازازه البرفيوم دي لما تحطها في تابلوه العربيه، انت كده حاطط قنبله، ما في سخونيه، وفي حاجه ممكن لو مش عايزين مشاكل لا قدر الله، ربنا ما يجيب حاجه وحشه ابدا. بس نخلي بالنا من الحاجات دي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بشكركم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى ان نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.